أهلا بكم. من سينقذ مصر من المنحدر الذي تسير إليه بسرعة؟ الإجابة هي أن الكل يستطيع إنقاذ مصر قبل يوم الأحد القادم. الكل عليه دور، لكن دور كل واحد مننا مختلف من حيث الحجم والتأثير حسب مكانه. المعارضة عليها دور، الإعلام عليه دور، النخب عليها دور، الشارع عليه دور، الإخوان والتيارات المناصرة للرئيس عليها دور، كذلك الحكومة، والدور الأهم على رئيس الجمهورية. كلهم جميعا عليهم دور ومسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئيس الجمهورية، فهو المسؤول الأول وليس الأخير بحكم سلطاته وصلاحياته. النهاردة رئيس الجمهورية هيخطب للشعب، ولو خطاب رئيس الجمهورية هيكون شبيه بخطابات رئاسية سابقة أي يتسم بالإطالة وإطلاق وعود بدون التزامات، فالمؤكد أن نتيجته ستكون سيئة جدا. ولو مال خطاب السيد الرئيس إلى التشدد واستخدام لغة التهديد أو اتخاذ إجراءات استثنائية، كل ده هيساعد في زيادة غضب الشارع. النهاردة بيد السيد رئيس الجمهورية أن ينزع فتيل الفتنة من البلاد قبل 72 ساعة. بنأكد تاني، نرجو من الرئيس في خطابه أن يعلي مصلحة مصر على مصلحة التيار المساند له، لأن مصر كبيرة جدا، مصر كبيرة جدا، قلناها 1000 مرة. مصر كبيرة على أي تيار أو فصيل. كمان الطريقة اللي تعامل بيها تيار الإسلام السياسي مع الوطن وقضاياه المصيرية واللي اتسمت بالفشل في أغلبها، كل ده أدى إلى تنامي الغضب الشعبي. علشان كده لازم كلنا بلا استثناء نحط البلد دي تحت عينينا، لأنها لو وقعت لا قدر الله هتقع بينا كلنا. قلتها امبارح وبكررها، الكاسب في هذه المعركة خسران. النهاردة آخر يوم في حلقات الأسبوع من برنامجكم كلام بالمصري، وقبل دعوة التظاهر في الميادين يوم الأحد القادم عاوزين نركز مع بعض على كام نقطة مهمة جدا ونحطها حلقة في ودنا. أول هام إن خطاب رئيس الجمهورية النهاردة للأمة هو خطاب شديد الأهمية، وعلى الرئيس مسؤولية كبيرة لفك الاحتقان الموجود في الشارع اللي وصلنا له، ومسؤوليته بحكم أنه الرئيس. تاني هام، ثورة يناير كسرت حاجز الخوف عند المصريين، وبالتالي من السخف النهاردة أن تخرج بعض الأصوات النكرة التي تهدد المصريين وتخيفهم من النزول يوم 30 يونيو. ثالث هام، لو قررت كمواطن النزول للتظاهر في الميادين الأحد القادم فلا تخف من كلام أو تصريحات بلهاء صادرة عن ناس لا وزن لهم، خاصة أن الجيش قد أعلن حمايته للمتظاهرين وأعلن أنه لن يسمح بأن يمسهم أحد. لكن خلونا نتفق على أننا هننزل نتظاهر بسلمية تامة، ممنوع العنف، ممنوع الدم، ممنوع هدم منشآت الدولة، لأنها ملكي وملكك. وأثق أن كل مواطن مصري صالح حر شريف عمره ما هيخرب. علشان كده لازم نضيع الفرصة على كل متربص بينا. رابع هام، انزل اتظاهر بشكل سلمي، وثق أن أي واحد قالك أن المتظاهرين يوم الأحد ضد الرئيس هم كفار، فاعلم أن من قال ذلك قد كذب عليك، واعلم أن من كفر مسلما فقد كفر، واعلم أن التظاهر والتعبير عن الرأي بحرية بشرط السلمية هو من الإسلام، فقد خلقنا الله أحرارا. وتذكر أن أكثر من 1000 شهيد من خيرة شباب مصر قد ضحوا بأرواحهم ودمائهم في ثورة يناير، حتى تقول أنت رأيك بحرية، فانعم بهذه الحرية التي سالت من أجلها الدماء. خامس هام، أرجو من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة أن تراجع وتقيم ما صدر منها من تصريحات وأفعال وأقوال ومواقف منذ يناير 2011 حتى الآن، حتى تصل الجماعة لإجابة عن سؤال مهم: لماذا قرر المصريون النزول في 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة؟ والسؤال الأهم لجماعة الإخوان المسلمين: لماذا تراجعت شعبيتكم على هذا النحو الكبير خلال أقل من عام؟ إجابتكم الأمينة والصريحة عن هذه الأسئلة ستكون بداية للحل.
سادس هام. رسالة إلى كل المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي: تظاهرات 30 يونيو ليست ضدكم، لأنكم جزء من نسيج مصر، كلنا مصريين، وإذا كنا قد فشلنا بالثلاثة في أن نتعايش سياسيا مع بعض خلال العام الماضي، فلا بد من مراجعة أنفسنا جميعا. لا إقصاء ولا تخوين لكم، وعن نفسي أرفض أي دعوات تطالب بإقصاء تيار الإسلام السياسي، أو دعوات تافهة صدرت من هنا أو هناك تطالب بحل أحزاب تيار الإسلام السياسي مثل الحرية والعدالة أو النور أو البناء والتنمية أو أي حزب. لا رجع إلى الوراء. كل القوى السياسية لابد أن تمثل في أحزاب. 30 يونيو أراه أنه رسالة من شعب مصر لتيار الإسلام السياسي الموجود في السلطة وأنصاره، تقول له أن المصريين رافضين سياسة التمكين والأخونة والإقصاء، ويبعثون برسالة لتيار الإسلام السياسي قائلين له أن تيار سياسي لوحده مش هيقدر يدير البلد دي، بدليل الفشل الكبير اللي شهدته مصر خلال السنة اللي فاتت. المصريين نازلين يا أخوانا يوم 30 يونيو علشان يقولوا للقوى السياسية كلها بلا استثناء لابد أن تتعايشوا سياسيا مع بعض. إذا مرحبا بكل سلفي وإخواني، مرحبا بكل ليبرالي ويساري وثوري وناصري، مرحبا بالمسلم والمسيحي، مرحبا بنا جميعا على أرض مصر، لأن كلنا مصريين. يا ريت يكون التيار المهيمن على السلطة وأنصاره اتعلموا إن المصريين مش هيقبلوا سيطرة تيار واحد، ويا ريت أي فصيل سياسي آخر يكون يستوعب هذا الدرس. مصر كبيرة على الإخوان والسلفيين زي ما هي كبيرة على الناصريين والليبراليين، لأن مصر هيبنيها كل المصريين. افهموها بقى. 30 يونيو هيتكرر تاني وتالت ورابع مع كل تيار سياسي هيحاول يسيطر على مصر أو يظن أن المصريين جثة هامدة. لا يزال الشعب المصري هو خير معلم. حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء، وألهم رئيسها الصواب والحكمة في خطابه اليوم. مقدمة حلقة انتهت. عاوز حضراتكم تتواصلوا معايا، ابعتوا رسائلكم على رقم 1909، كلموني على رقم 26 21 98 66، رقم التليفون تاني 26 21 98 66. ابعتوا رسائلكم على 1909. عاوز إجابة عن أسئلة. شايفين خطاب الرئيس الجمهورية النهاردة هيكون إزاي؟ ما الذي تتوقعه من هذا الخطاب؟ شايف يوم 30 مفروض يمشي إزاي؟ هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيشرفني في الاستوديو الأستاذة والباحثة السياسية والصحفية الأستاذة نادية أبو المجد. مهما كان توجهك أهدافك نبيلة. دي رسالة جاية لي وبدأت رسائلكم، وفي اللي بيقول لي مبروك عليك الإذاعة الجديدة ومبروك عليك الإخوان، لأنك لما كنت في المحطة الثانية كنت مع الشعب يا اخوانا وما زلت مع الشعب. هوضح نقاط سريعة جدا. أنا النهاردة لا أنتصر زي عادتي في برنامجي إلا لمصر والمصريين، فلتذهب كل القوى السياسية ولتختفي بالساحة بما فيهم الإخوان المسلمين، تيار إسلام سياسي، جبهة إنقاذ، ولكن خلينا نكون حريصين وحاطين حقائق مع بعض على أرض الواقع. مصر، المصريين، جيشنا، ثوابتنا. أنا مالي بقى، فليأتي من يأتي وليذهب من يذهب. وكل الرسائل اللي عمالة أوجهها لرئيس الجمهورية امبارح والنهارده، ازاي انت يعني عمالة تتهم بشيء ونقيضه؟ انت من جبهة الخراب والتاني بيقول لي انت اخواني. للدرجة دي في سوء فهم للي انا بقوله؟ خليني ارجع لضيفتي في الاستوديو الاستاذة نادية ابو المجد. استاذة نادية ضيفتي النهارده هي حاصلة على البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكمان اشتغلت في قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، وكمان اشتغلت في وكالة الأسوشيتد بريس، وكالة الأنباء الأمريكية، وقامت بتخطيط الثورة المصرية وتداعياتها في السنتين اللي فاتوا. أهلا بيك أستاذة نادية. أهلا بيك يا أستاذ محمد. ليكي تعليق على المقدمة؟ عجباني جدا، عجباني جدا. خليكي على العجب، لان في ناس بتعلق يعني ليها راي مخالف يعني. لا، عجباني بطريقه ايجابيه، يعني حاسه انه صعب الواحد يختلف على رسائل فيها بدل ما بتلقي اللوم على جهه وبتشيل اللوم عن الجهه الاخرى، بالعكس بتقول انه
كله مسؤول وكله، وانه الفرصه ما فاتتش وكلنا ممكن نعمل حاجه. بس كله مسؤول برضو استاذ لا بدرجات مختلفه زي ما انت قلتها. ان رئيس الجمهوريه هو طبعا عليه المسؤوليه الاكبر، عليه المسؤوليه الاكبر. نعم. وده جزء من ان هو هيتكلم النهارده. يعني المفروض ان هو من دافع هذه المسؤوليه. فكره التصالحيه، انه في الاخر زي ما حضرتك قلت، زي ما الناس بتقول لك انت جبهه الانقاذ ولا اخوان. احنا مصريين، احنا يعني مهما يشتد الصراع السياسي مش مفروض ان احنا ننسى ان احنا مصريين، ويكون المفروض ان الصراع السياسي ما يكونش انه حد فاكر او يكون الهدف منه اقصاء الاخر. يعني انما زي ما كل الدول زي ما كل يعني الصراع السياسي لا يتضمن اقصاء الاخر، بس يتضمن تداول للسلطه، منافسه سياسيه، صراع سياسي، بس ما يخرجش عن النطاق ده. زي ما حضرتك قلت، ما حدش يكفر حد، ما حدش يقصي حد. خلينا ننتقل كمواطنه مصريه ثم كباحثه سياسيه. ما الذي تنتظريه في خطاب رئيس الجمهوريه اليوم؟ انتظر وامل انه لازم يقول حاجه جديده، حاجه جديده محدده. ما ينفعش الحاجات اللي هي اتقالت قبل كده او حاجات عامه. وارجو ان هو يكون خطاب مش عاطفي، انما يعني خطاب جديد، حقائق جديده، حاجات محدده، معلومات محدده. انا لا اعتقد ان هو، لا يعني حسب الاشاعات، لا هيقيل وزير الدفاع السيسي ولا هيقيل رئيس الوزراء ولا لا، بس تم نفيها يعني، ولا النائب العام. بس يعني ما اقدرش احط برضو وزير الدفاع الفريق السيسي في كفه مع النائب العام. النائب العام ده راجل يعني، لا انا مش بقول تعيينه يعني، لا انا مش بقول في كفه، انا بقول توقعاتي انه مش هيحصل. نعم. هذه الاشياء انا مش بقول مين في كفه مين. وده تم نفيه يعني عموما. تتوقع اجراءات استثنائيه؟ لا اتوقع اجراءات استثنائيه. انا اتوقع مضمون الخطاب هيصب على ايه بقى؟ انا متهيألي ان هو هيقول حاجه جديده، انا مش عارفه ايه هي. هيحاول توقعاتك، تعالي حاجه نتكلم يعني تلم الشعب انه اكتر، بس يعني وهيحاول يكون حازم بس مش متشدد وعنيد. يعني عارف زي ما حضرتك قلت، انه ما تبقاش حاجه تبان انه يعني ما تتخذش اجراءات استثنائيه وتزود الاحتقان في الشارع. ما تهيأليش ان هو ابدا طالع النهارده عشان عايز يزود الاحتقان. فاتمنى انه النيه دي يعني تترجم لكلام وخطاب انه يوصل للناس. يعني خاصة ان حجم الغضب الشعبي في تزايد. يعني في اشياء بسيطة معيش الناس، الحاجات البسيطة انت مستفزة. الناس النهاردة قاعدة، طب الاول كان المواطن سواق النقل والميكروباص كان بينزل يقف بالثلاث 4 ساعات على السولار. المواطن النهاردة العادي اللي عمال بيمون عربيته بالبنزين، الطرق كلها مقفوله مسدوده. طبعا ده تعبير عن فشل كامل للدوله يعني مباشر. ما انت تحلي لي ازمتي. بصي، المواطن المصري استاذه ناديه ابو المجد وحضرتك ست اللي عارفين كاستاذه سياسيه، المواطن مش قاعد مستني حاكمه او رئيس الحكومه يطلع يوجد له تبريرات. انا جايبك عشان تحلي لي المشكله. انت عارف ايه الاختناقات سبب البنزين، تحلها، نتحملها يوم يومين. بس احنا داخلين شده حراره، ما فيش حد هيتحمل يقعد 5 ساعات علشان يمول سيارة يمونها يفولها وهتخلص في نهاية اليوم برضو. يعني خلي بالك، ده جاي زايد لك غضب شعبي. فالحاكم ما ينفعش يطلع في أجواء متوترة زي دي وياخد إجراءات استثنائية كده. أنت بتفجر الشارع. مش أنا لا أعتقد خالص موضوع الإجراءات الاستثنائية دي، ومعاك حق جدا. عشان كده ده جزء من نفسي يكون في الخطاب النهاردة. نعم. مواجهة الشعب بالحقائق، اللي هو يعني إذا في حقيقة الشعب مش عارفها عن يقولها. يعني ما ينفعش نقول في مؤامرة وما نقولش إيه هي. ما عادش ينفع. ما عادش ينفع. لازم يقول أسماء المتآمرين، يا إما ما أقولش ووثائق ويحولها لجهات التحقيق. بالظبط. إن الشعب عايز يسمع الحقيقة. الشعب يريد الحقائق مش العواطف، مش كلام المؤامرات، مش إنه يعني كلام عام. حقائق وحاجات جديدة اللي هي ممكن يعني تفسر له وتحسسه اكتر ان هو زي ما انت قلت ان هو شريك، مش انه مجرد. طيب تعالي ناخد تصريح او حاجة كتبتها الدكتورة بكنام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية. قالت ان الرئيس النهارده خطابه هو بمثابة كشف حساب على السنة الاولى من حكمه. ده كلام جميل. في وسط هذا الاحتقان، مش الطبيعي ان الرئيس بيلقي خطابه او كلمته عن كشف انجاز هذا العام ويترك يشوف بقى رد فعل الشعب عليه ايه؟ طب ما هو هيعمل كده. يعني لان هو ممكن يتقال ايه، انه بدل ما انتوا مثلا بتتكلموا عن انجازاتكم، يعني على قد فهمي وعلمي لكلمه كشف حساب تتضمن الاثنين، صح ولا لا؟ واجابا عملت ايه واخطات في ايه. فده انا شايفه انه دي يعني شايفه انها حاجه كويسه جدا وسنه جديده. احنا ما عندناش حد بيقول لنا هو فشل في ايه.
دايما اللي يعني بيبقى ده بيبرر. الخطاب ما قالناش انه فشل. لا يعني ما انا بقول ممكن الخطاب يطلع ويقول لك انا كنت كويس وعملت 1 2 3. انا متفائله بكلمه كشف حساب مش انجازات. يعني فخلينا نقول انه دي ستتضمن الاثنين، انه وفي اطار برضو اللي هي الحقائق اللي احنا بنتكلم عليها، انه ايه اللي انا نجحت فيه، ايه اللي انا فشلت فيه، ايه الوعود اللي انا عملتها وما قدرتش انفذها، ليه ما قدرتش انفذها، هل هي كانت وعود غير واقعيه ولا كان في معوقات؟ طب ايه هي المعوقات دي؟ يعني متهيألي ده الخطاب اللي الشعب عايز يسمعه علشان يفهم ويحدد مواقفه على هذا الاساس. الخطاب هيبقى فارق بالنسبه ل 30 يونيو؟ يعني ممكن يقلل يزود يثبت يعني متهيألي متهيألي لانه جاي يعني قبل 30 يونيو. يعني ما هو اكيد التوقيت بتاعه ليه مغزى. فاكيد ممكن يعني ينعكس، وده الهدف منه، مش انه مش هيبقى فيه مظاهرات بس يعني لا هناك مظاهرات طبعا موجودة وزي ما احنا قلنا يعني يعني اصلا المظاهرات زي ما حضرتك قلت دي من مكتسبات الثوره اللي مش مفروض اصلا تكون مطروحه هي ممكن ولا مش ممكن. نعم. هو النقطه اللي احنا يعني المفروض ان احنا ما يكونش فيه خلاف عليها انها تكون سلميه سواء مؤيد او معارض. يعني ومحدش برضو ياخد حق التاني في ان هو يتظاهر. يعني لا المؤيدين يقولوا لا المعارضين ما ينزلوش ويكفروهم، ولا المعارضين يقولوا المؤيدين ما ينزلوش وما لهمش حق ان هم ينزلوا. انا شايفه انه كل حد ينزل، الفيصل هو انه ما فيش عنف بس. كباحثة علوم سياسيه، الدول اللي بتمر بفترات انتقاليه زي مصر بعد ثورات، ما جرى في مصر جرى في دول اخرى؟ يعني جرى في دول اخرى، مع طبعا بقى كمان خصوصيه الشخصيه والشعب المصري اللي انا اعتقد انه يعني مين معاه ايه في العلوم السياسيه ما يقدرش يقول ان هو لم يفاجأ باشياء وتطورات بدايه من الثوره ما حدش توقعها. او ما حدش توقعها بالطريقه دي، والتطورات اللي بعد كده. فيعني في حاجات شبه القلاقل دي والعدم الاستقرار ده بيكون بعد الثورات. يعني بعد ثورات طبيعه الحياه في البلاد اللي تكون فيها ثورات تتسم بعدم الاستقرار. طبعا وعلينا ان نتقبل ده طبعا. هقرا بس عدد من رسائل الساده المستمعين. انا زرت بنزينات المعادي كلها من 4 الفجر ولقيت الساعه 5 بنزينه عند كارفور وفيها بنزين ورايقه وفل، بس لازم تستنى للساعه 8 معاد الورديه الجديده. جيش مصر الاول عربيا وال14 عالميا في التصنيف السنوي لاقوى جيوش العالم. ده احمد فؤاد. لا عايز اضيف لك حاجه كمان، ان من حيث العقيده القتاليه جيش مصر محتل المرتبه الاولى. يا خير مبروك عليك الاخوان، لما كنت في راديو مصر كنت مع الشعب. انا بقرا لك الرساله اهو يا عمي، وعايز اقول لك في رسائل قبليها مبروك عليك جبهه الخراب. تخيل يعني حيرتوني معاكم. باسم يا ريت الرئيس يقول خطابه قبل ما باسم يوسف يسجل البرنامج. انا محمد بلحه بمسي عليكم وبناشد الناس من خلالكم ينزلوا يوم 30 وما يخافوش التهديدات التي يطلقها جماعه الاخوان المسلمين وبيخوفوا الشعب. لا ما انا قلت الناس كلها لازم اللي عايز ينزل ويعلن رايه، بس قلنا تظاهره سلميه. خليني اخد اول اتصال تليفوني. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وطي الصوت بس. لو سمحت بس انا عايزه اتكلم على فين هي الانجازات في السنه اللي هيتكلم عليها، وانت قاعد تقول انجازات وجايب لي الماجستير ومش عارفه ايه. فين هي الانجازات؟ انا واحده مريضه وراقده في السرير مستويه من اثر الكهرباء. يعني فين انجازات ايه اللي هيتكلم عليها وانتوا قاعدين تقولوا هيقول على انجازات مش عارفه ايه؟ لحظه، المستشاره بتاعته دكتوره بكلام شرقاوي اللي قاعده بتقول هتتكلم على انجازات لا هي بتتوقع معانا في الدنيا دول حاسه ولا بتتوقع ان كشف حساب الرئيس، معنى كشف حساب يبقى بيقول اللي ليه واللي عليه. طب يعني احنا مش في الدنيا وعارفين في كشف. قول انت حاسه بايه، سيبك من اللي معايا ولا انا رايي. انت شفت امبارح شلل البلد كان شكله ايه؟ ولا يزال مستمر وبعلق على البنزينات والدنيا مولعه والكهرباء والميه والسولار والاسعار فين هيقول لنا ايه اللي هيزيد علينا فيه؟ ما احنا في الواقع ومتمرمطين في القرف ادينا سنه. هتسمعي الخطاب؟ لحظه خليني معاكي. في حاله زي كده وانت شايفه ان مفيش اي انجازات هتسمعي الخطاب؟
ما انا بسمع يا ريس، ما بيفيدنيش في شيء، ده هو كلام يعني مط في كلام مط. بناشده انه ما يعملش خطاب زي الخطابات السابقه. جمله مفيده. طب احنا عايزين الواقع والحل ما فيش حل. فين اللي كان بيقول لك اول امبارح في 3 محطات خرجوا من الخدمه، بدل ما يقول صلحناها بيقولوا خرجوا من الخدمه. طب اللي زينا في البيوت الغلابه اللي مش لاقيين مروحه. معاك حق والله. هو من حق الناس، يعني الناس لازم تتوفر لها الخدمات يا اخوانا. ما ينفعش مسؤول يطلع، يعني ينفع وزير بترول يطلع يقول لك احنا بنضخ بنزين اكتر من احتياج الناس في الشارع. طب وحياة معاليك يا سعاده الوزير، سيب مكتبك المكيف وسيب السواق اللي انت بتبعته يفول لك عربيه، وانزل تعالى اخدك بقى على الدايري رايح جاي. اذا عرفت تملى بنزين لعربيتك اقل من انك ما تقف 3 ساعات يبقى معاك الكلام. وانت كوزير بترول لما تطلع تصريح زي ده المفروض في رئيس حكومه يحاسبك لو انت عايز الصح. يعني التصريحات دي هي اللي بتزيد غضب الناس يا اخوانا. اطلعوا صرحوا الناس بالحقائق، قولوا ما معناش فلوس نجيب بترول، بعتنا فلوس نجيب بترول بس البترول جاي في يعني قول اي حاجه يا اخي، انما ما تطلعش تنفي مشكله. عندنا كوارث في الغاز والسولار والبنزين، حاجه يعني مش من الغباء انك تطلع تقول ده غباء سياسي. خلينا ارجع تاني لضيفتي في الاستوديو الاستاذه ناديه ابو المجد. في راي بيقول لك لو انت تتكلمي على ان الرئيس هيقدم كشف حساب، وانا افهم ما معنى كشف حساب، يعني ما له وما عليه، ما حققه وفشل فيه. راي بيقول لك لا هو ما عملش حاجه السنه دي اساسا. تتفق مع هذا الراي؟ انا اتفق ان هو من حقه ان هو يقدم كشف حسابه، وناس متوقعه منه ان هو يعني يقدم كشف حسابه، اللي زي ما قلنا اللي ليه واللي عليه واللي حققه واللي ما حققوش واللي بيحاول يحققه واللي ما حققوش ليه. وبعد كده من حق الناس انها تقتنع او لا. صح. بس ما ينفعش ان احنا نقول لا ما تتكلمش انت خالص، ما تقولش حاجه، واحنا يعني كده. ما هو كمسؤول من واقع المسؤوليه لازم يصارح الشعب. احنا بنطالبه ان هو يصارح الشعب، نعم. مش ان هو ما يتكلمش. وتعليقا على حضرتك قلته برضو، انصاف الحقائق ساعات بتضر اكتر ما بتنفع. زي ما حضرتك قلت، يعني فكره انه اذا مثلا تصريح وزير البترول، طب يعني ممكن يكون الكلام ده صحيح، طب ما هي المعلومه كده ناقصه او غير منطقيه. طب الازمه سببها ايه بقى اذا انتوا ضخيتوا زياده؟ صرحوا الشعب بالحقائق مهما تكون مره، علشان دي طريقه انه اصلا لبناء الثقه والمصداقيه. أنا معك. خلينا نطلع فاصل، هنسمع اغنيه وطنيه جديده جدا للمصريين. لسه مش جاهزه يا شادي وبتقعد تقول لي اطلع قول فاصل. ماشي طيب، هرجع تاني لبقيه الرسائل. محمد بيه لو سمحت اتكلم عن سد النهضه بعد اذنك. لا ده احمد فؤاد. لا سد النهضه اتكلمنا فيه قبل كده بس هنتكلم فيه تاني. احنا دلوقتي جايين نتكلم على 30/6 يا اخوانا. انا نفسي اعيش في مصر اللي انا بحبها ولا اعيش في اسرائيل مع اني بكرهها، على اساس ان هناك عدل وسولار. يا رب تكون الرساله وصلت للحكومه. انا المهندس صلاح زكي. في حكمه بتقول لك اذا اردت النجاح فابحث عن الوسيله، واذا اردت الفشل فوجد المبرر، والحكومه كل شغلها مبررات. تعليقك استاذه ناديه ابو المجد؟ كل شغلها مبررات، يعني ساعات بالتالي بتبرر، ساعات نفس الكلام اللي احنا قلناه على خطاب الرئيس متهيألي برضو ممكن بالظبط نقوله للحكومه اذا هي حاسه انها بتبرر، او اي وزير في وزارته. ده مش وقت تبرير، يعني ده مش وقت تبرير. كله المفروض يقول حقائق، لانه زي ما يعني الحاجه ما بتستخباش. وبعدين اذا في اي حد عايز يبدا يبني ثقه، مفيش ثقه غير انها بتبني على حقائق مهما تكون مره. زي الاسره مثلا، الواحده الناس بتصارح اسرتها، فالناس حتى تبقى عارفه هي مستحمله ليه. الصراحه علشان عيب بعد ثوره نقعد نتكلم كلام مرسل. بالظبط. جايه لي رساله بيقول لك كشف حساب مرسي، مفيش امن، مفيش سولار، مفيش بنزين، مفيش كهرباء، مفيش نظافه، مفيش ميه، مفيش فايده، الشعب بينزف. وفي رساله بتقول لي مهما كان توجهك فاهدافك نبيله، لا يوجد في مصر ما يسمى اليأس. متفق معاك. اذا فلن تسمع الصم الدعاء ولن تهدي ضلالات عمى الروح. ده لؤي عمران من سوهاج. احنا مش عاوزين مرسي ولا الاخوان، كفايه خيبه. باقي ايه تاني؟ يا استاذ خير، انا بقالي 4 ايام مش لاقي ولا نقطه بنزين من اي نوع. انا من الحومديه والسوق السوداء بتبيع بنزين 80 على انه 90، واللتر ب3 جنيه ونص. والله حرام. ده حسام توفيق. اتوقع خطاب للرئيس طويل بعد حكم المحكمه، اللي هو حكم محكمه الاسماعيليه. ده احمد زيدان. ربنا يستر على بلادنا ويحفظها.
عاوز ايه من الحكومه بتقول ان مفيش ازمه بنزين وان الطوابير دي جرافيك ومفتعله. خلاص انا بطالب الحكومه كل واحد مننا يستلم وزير ويركبه عربيته كده ويفتح الازاز في الحر من غير تكييف ونوقف معالي الوزير في بنزينه، وما تبقاش بنزينه في القاهره. عايز اقول لحضراتكم بنزينات القاهره الكبرى ممكن تقعد فيها 3 ساعات بس، روحوا بقى على المحافظات والاقاليم تقعد اكتر من ده، ضعف المده 5 و6 ساعات. طب ليه مش القاهره؟ علشان القاهره فيها الاعلام وفيها الكلام، شغل يعني بلدي. نطلع فاصل لسماع اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ونرجع مره ثانيه مع ضيفتي في الاستوديو الاستاذه ناديه ابو المجد. ابعتوا رسائلكم على رقم 1909، كلموني على رقم 2621 98 66. يا استاذ خير ما في حياه. وعمرو بوكس بيبعت لي رساله بيقول لي انا من رابطه سائقي التاكسي بالجيزه والقاهره، نازلين ان شاء الله يوم 30/6. ومجلس الوزراء بيقول لك نناشد الشعب عدم القلق لنقص الوقود، وتم ضخ 2100 طن بنزين اليوم. ده احمد فؤاد بعتها لي. و انا محمود المكواجي، يسقط حكم الاخوان وصاحب الشغل. اذا انت قرفان قرف حتى الشغل، طب خلي لك صاحب الشغل بس علشان اليومين دول صعبين. رجاء مناشدة الشرطة والجيش مراقبة جميع أسطح العمارات بجوار أماكن التظاهر. الله عليك، أنت بتقول رسالة صح، أعتقد هم عاملين حسابه. أنا نفسي أعرف رئيس الجمهورية ماسك ليه في الحكومة كده؟ ده حسين سواق أتوبيس. أتخيل حتى أو أتوقع الدنيا يحصل فيها إيه بعد 30/6. هدير الديب مش قادرة. صحيح تفاءلوا بالخير تجدوه، بس أنا فعلا حاسة إن الدنيا ضياع ومش قادرة. أراهنك رئيس الجمهورية يتكلم على سوريا. فقدت سيد حلمي الإسماعيلية. ويا أساتذة كشف حساب إيه لما ميزانيته تزيد عن ميزانية مبارك ب35 مليون؟ أنت كده بتتكلم على ميزانية الرئاسة. وأفشل الحكومة في تاريخ مصر. الفلول بتلعب بينا، مش عاوزين نمشي بسياسة القطيع فوق شعب مصر. لا بص، النزول في 30 يونيو كل واحد نازل هو مواطن حر شريف، حتى لو كان مين وفين وايه. من حق جميع المصريين، لا اقصاء ولا تخوين ولا تقسيم، الكل ينزل، بس عايزين شرط السلميه ليس اكثر. خلينا ناخد محمد على التليفون. اتفضل يا ابو حميد. الو اتفضل يا ابو حميد، ووطي الراديو لو سمحت. استاذ محمد انا سامعك، انت على الهوا. الو ايوه سامعك، قول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك اشرف الاردني من ابراج. اشرف، طيب اتفضل. دلوقتي انا عندي مكنه وشغال في مصنع ومش عارف اجيب بنزين بقالي 3 ايام مرات. مكنه يعني موتوسيكل؟ موتوسيكل. وبقالي 3 ايام مرات الشغل، اكل واشرب منين؟ دي ينفع يا استاذ محمد؟ لا طبعا، لا طبعا. الرساله المفروض تكون واصله لوزير البترول اللي بيسمعنا دلوقتي والرئيس يعني الحكومه. دلوقتي ينفع يا استاذ محمد؟ انا دلوقتي متعطل من الشغل والمكنه واقفه والعيال ياكلوا ويشربوا منين؟ انا عايز اقول لك انا نفسي بين بيتي وبين الاذاعه 78 كيلو، في اي يوم انا مهدد فيه ما اقدرش اطلع هوا والله. مش على لا بصحى بدري بس عشان حاجه واحده، ممكن اجي يوم ما الاقيش بنزين. كان الله في عونك، كان الله في عونك. والله يا رب. ربنا يهدي الاخوان ونلاقي السولر والبنزين بس ولقمه العيش. انا معك. اشكرك محمد. خليني اقرا عدد من الرسائل. لا جديد في الخطاب اليوم، ما هو الجديد في عام كامل. ده امين الدوني. مساء العسل يا نجم النجوم، احنا شباب نتحمل، اما سيده تدفع بيا السياره عشان البنزين، حسبي الله ونعم الوكيل. كل اللي عمله الرئيس هو انه زود ديون مصر. احب اقول لك يا خير، خطاب اليوم هيبان كانه الرئيس عايش في دوله تانية. استاذ خير، مش عاوزه صوابع في الخطاب ولا تهديد، انا عاوزه بنزين، انا لبنى. ايه رايك استاذه ناديه ابو المجد في تعليقاتك على رسائل الناس؟ كلها بتتسم بحاله او غالبيتها من الغضب. الامور المعيشيه الحياتيه اليوميه مأثره على حياه الناس. واخر اتصال تليفوني من اشرف بيقول لك انا بقالي 3 ايام قاعد في البيت مش عارف اجيب 10 لتر علشان الموتوسيكل بتاعي. ده بيأكد اللي احنا قلناه قبل كده، انه يعني حالة الغضب دي مفهومة طبعا في ظل نقص كل الحاجات وكل المشاكل اللي موجودة، اللي هي مفيش حد ممكن ينكرها. ويعني يبقى غريب قوي لو فعلا حد قال ان ده جرافيك او مفتعل. وده بيرجعنا تاني للنقطة اللي هو الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة. ما هي حقيقة هذه الأزمات وهل ليها حل وإمتى؟
مفيش حل تاني. بس عايزه برضو اعلق على نقطه تانية، ان هو الغضب مشروع وكل حاجه، بس انا بحس انه اليأس مش المفروض يكون اختيار لينا كلنا كمصريين، لانه يائسنا وبعدين احنا هنعيش ولازم نعيش كويس، والثوره ما قامتش علشان الناس تيأس او انه تسلم. فالفكره انه دلوقتي نوع من جهاد النفس، ان الواحد رغم كل الصعاب ما يفقدش الامل، ولا يفقد اللي هو مؤمن بيه، ويفضل يحاول ويعارض وينقد زي الفل. بس انا عايز مسؤول يطلع لي برضه ويقدر الحياه الضنك اللي عايشه الناس في مشاكلهم، ويطلع يصارح الناس بالحقيقه زي ما قلنا بالظبط. يعني الحاجه الثانيه يعني برضو دي حاسه انها حاجه تكررت كتيره في الرسائل، انه الرئيس مش هيقول جديد انه كده. انا بحس انه العدل مع اي حد ما يحكمش على حاجه من غير ما يسمعها، دي الموضوعيه ولا يحاول ان هو ولا يدخل للحاجه كمان بروح سلبيه. يعني اليأس مش اختيار، او واخد رأي مسبق ان مفيش جديد، حتى لو رأي مسبق، بس يحاول يسمع عشان لو في حاجه جديده لمصلحته مش لمصلحه الرئيس. حاجه ممكن تديله رساله تطمنه او تصبره او نافذه امل او معالم على الطريق انه الازمه دي هتتحل كذا، لو فعلا الخطاب كان عباره عن حقائق وتوقيتات. بص، رد فعل الناس هي اللي هتبان على هذا الخطاب. يا خير، عايزين الجنزوري رئيس وزراء. ومحمد فرج من شبرا بيقول لي يسقط حكم الاخوان، اكبر الخطأ اعطاء مرسي اهتمام كبير. معايا عمر على التليفون، اتفضل يا عمر. ايوه يا استاذ محمد، انا عايز اقول بس لرئيس الجمهوريه الخطاب اللي هيطلع يقول له ده هيقوله عن ايه بالظبط؟ احنا مش شايفين اي حاجه اتعملت في البلد من ساعه ما نزل. لغايه وقتنا هذا ما فيش اي حاجه اتعملت في البلد، ده بالعكس البلد بترجع لورا بدل الخطوه 2 و3 و10. انا شايف ان هو يريح دماغه اصلا ويسحب نفسه كده ويسيب الرئاسه اللي يقدر يمشي بالبلد خطوه قدام. شكرا يا استاذ محمد. اشكرك حبيبي عمر. وفي رسائل بتقول لك انا ضد اقصاء اي فصيل سياسي، ولو ان الاخوان عملوها ومهما كان الخطاب فهو نابع من الجماعه وليس الرئيس، فهو ارتضى ان يكون معبر عن الجماعه وليس المصري، والمصريين لن يقبلوا من يكفرهم ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ده شريف المالكي. دي رسالة تانية. الناس واصلة لمرحلة انهم بيقيسوا برضو خطاب النهاردة استاذة نادية ابو المجد بناء على خطابات سابقة لرئيس الجمهورية. يعني ايه؟ ان كانت خطابات يغلب عليها برضو الانتصار للجماعة والاهل والعشيرة، وبالتالي هم عايزين خطاب ينتصر لمصر والمصريين، وخطاب يبقى فيه مصارحة، انا نجحت في كذا، انا فشلت في كذا. يعني بالظبط. يعني هو ده املنا. بس بعد خطاب الاهل والعشيرة متهيألي ان هو بعد كده اتكلم كتير ان هو انا رئيس المصريين. فهو الموضوع مش ما جرى في استاد القاهرة في مؤتمر سموه نصرة سوريا، وحضور كل رموز تيار الاسلام السياسي، ما كانش فيه مصر. يعني دول جزء من مصر، لكن مصر لم تكن موجودة. واللي حصل في هذا المؤتمر هو تكفير للي هينزلوا يتظاهروا في 30/6. وطبعا ده غلط ومرفوض تماما. يعني ده عمل رد فعل. بصي، لو دول طالعين لوحدهم بدون رمز الدولة الرئيس، على عينه وعلى راسنا، احرار في اراء. لكن لما رأس الدولة يبقى قاعد، ما ينفعش يقبل او يسمح او حتى اي تصريح لاي تيار مناصر ليه يطلع يكفر ناس نازله. ده حقيقي. وكمان انا يعني برضو اخذت في هذا اليوم على يقال عليه شيخ، وانا يعني ما اؤمنش بانه شيخ يقول الكلام ده. كان في برضو تكفير وكلام لا يجوز ابدا عن الشيعة، وان يقال في حضرة الرئيس لا تخوين ولا تكفير لمعارضة او شيعة او اي طرف سياسي عموما، وفي حضرة الرئيس خصوصا. أنا معك، لأن ده كمان بيزيد حالات الاحتقان الموجودة. طيب خلينا نقفز سريعا إلى 30/6. الجزء الأول من حوارنا النهاردة كان على الخطاب. الجزء الثاني، حضرتك شايفة 30/6 إزاي؟ شايفاه عنيف، شايفاه في دم، شايفاه يوم سلمي، شايفاه تظاهرة عادية للتعبير والناس هتروح، ولا شايفاه زي ما البعض شايف إنه شبيه بأجواء يناير؟ متهيألي اي حد يقدر يقول بالظبط هو عارف هيحصل ايه في 30/6. يعني هيكون مش بيقول الحقيقه او موضوعي او يعني او مهني. وانا معاك على هذه الاجابه. مفيش حد في مصر عارف 30/6. وانا دقيقه جدا في الفاظي وتقييماتي. لكن احنا نقول انه يعني نتمنى ان هو يكون سلمي، لكن احتمالات العنف ما زالت قائمه.
بس شايفه برضو ان الوقت ما فاتش، انه زي الرسائل اللي حضرتك بتوجهها، زي اتمنى ان يكون جزء من خطاب الرئيس ان هو ممكن على الاقل من ناحيه العنف مش من ناحيه النزول، انه ازاي نرجع تاني نتظاهر، وانه يكون دي اداه ضغط على الرئيس لسماع ومعرفة حجم المعارضة. ده مهم جدا بلا تهوين ولا تهويل. أنا معك. خليني أخد إبراهيم على التليفون. اتفضل أستاذ إبراهيم. أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. الحمد لله يا فندم. سيادتك بالنسبة لخطاب الرئيس النهاردة، بالنسبة للطبقة بتاعتنا كناس ما نفهمش في السياسة، متواضعين جدا، بنعاني من زيادة الأسعار، يبقى الخطاب بالنسبة لنا ملوش أي فايدة خالص غير إن إحنا عايزين لقمة العيش، وده بالتالي إحنا مش هيفيدنا خالص في الخطاب، سواء قال هيعمل إيه عمل إيه. إحنا بقالنا سنة بنعاني من الحالة المادية، خاصة يعني ناس زينا ما تعرفش اللحمة بقالها سنة. يعني لو قلت لحضرتك ان احنا حتى الفراخ احنا بناكل دلوقتي هياكل الفراخ، لو حضرتك تعرف يعني ايه هياكل الفراخ؟ عارف. يعني ما فيش خالص. الخطاب هيعمل لنا ايه؟ هياكلنا اللحمة؟ خليك معايا على التليفون استاذ ابراهيم، عشان في رسالة جايه لي ماشيه معاك في المعنى ده، بس الرسالة بادئه بتشتمني، بتقول لي يا خايب يا هبل، محسسني ان احنا هناكل الخطاب، هنشرب الخطاب، هنملى العربية بنزين بالخطاب، هندفع ايجار الشقة بالخطاب. حتى لو قال احسن خطاب في الدنيا، ده مش هيغير حاجة على ارض الواقع. مش فارق والله يا استاذ محمد خالص الحالة، يعني مش عايز اقول لسيادتك يعني خالص ما فيش خالص. هي صرخة انا بعتبرها يعني والله صرخة مواطن من حضرتك تعبر عن ملايين بل عشرات الملايين من ملايين يا استاذ محمد. وانا يا استاذ محمد في حاجة كنت عايز اقترحها على حضرتك. اتفضل. يا ريت سيادتك يعني لو في البرنامج تستضيف واحد، او من اللي حضرتك بتقول يعني حضرتك دائما بتميل للشعب، تجيب فورا واحد متواضع زينا كده بيعاني معاناة شديدة جدا، تشوف وتسمع الكلام من سواء احنا من امبابة من بولاق، حاضر، من يعني احنا ناس يعني انا بشكر حضرتك، انا بشكر حضرتك، وحضرتك بتعبر عن عشرات الملايين من المصريين، وانا قلت الرسالة اللي ليا واللي عليا واللي بدأت تصفني بالخيابة والهبل. بس أنا لازم أقول لكم برضو ده رئيس جمهورية طالع يقول للناس خطاب، اسمعوا، قول رأيك، عجبك اقعد، ما عجبكش انزل. يعني ما ينفع، ما تتصورش ان انا قاعد هنا. السلام عليكم، انا فاطمة، احب اهنيك اولا على البرنامج القديم والجديد، سيبك من اللي بيقول لك انك اخواني او جبهة انقاذ. احب اقول لك ان المقدمة هايلة جدا، مرسي في خطابه مش هيقول حاجة جديدة غير انه هيزداد قوة من اللي بيحصل. وفي واحد بيقول لي والله في بنزين متخزن في حوش منزل شارع عطية بدار السلام، لا نصدق من يخلف وعده، والرئيس اخلف وعده. ده ميخائيل عبد الله سائق تاكسي. وفي اللي بيقول لي ايه رأيك في كلام عاصم عبد الماجد في اسيوط ده عماد فوزي؟ بص يعني كلام اساسا لا يستحق الرد عليه. من يخيف المصريين ان هم ينزلوا او انه يهددهم؟ من هذا اساسا؟ مين ده؟ يعني حمى الله جيشنا فعلا لما استنفر وقال ان هو سيحمي المظاهرات ولن يقبل بايذاء اي مصري اي مواطن. واللي عجبني اكتر في كلمة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ان هو قال انا بحمي كل المصريين من كل التيارات ومش نازل انتصر لحد. الجيش بدأ النهاردة من الساعة 2 فجر الأربعاء التواجد في معظم ميادين الجمهورية لضبط الأمن والربط، ودخل على مدينة الإنتاج الإعلامي علشان يعمل ليها ترتيبات أمنية، علشان بعض اللي بيسولوا لأنفسهم فكرة الحصار والكلام ده. يعني نخرج بقى من هذا. تعليقك على أداء الجيش؟ ده مفروض تكون رسالة مطمئنة للجميع، إنه يعني في وجود الجيش مفروض إنه ما يكونش فيه عنف وما يكونش فيه انفلات او تخريب او زي ما البعض بيتوقع او خايف من كذا او بيخوف من كذا. فمفروض انه تكون دي يعني صمام امان لناس كتير، وخصوصا برضو انه كان في اجتماع بين الرئيس وبين وزير الدفاع السيسي مجلس الامن القومي. نعم. مجتمع، فده كمان بيدي رسالة للناس انه يعني في اتفاق وفي ترتيبات، عارف يعني دي بتدي رسالة ايجابية اكيد للشعب، مش انه الاجهزة مش بتشتغل مع بعضها او اشاعات او كل الكلام كله هيبان. دكتورة الاستاذة نادية ابو المجد
في الايام القليله القادمه، نتمنى انها تكون خير. في واحد بيقول لي يا استاذ محمد انت بتفكرني بجحا وابنه والحمار ده، وانه كل ده ما عجبش حد. عماد فوزي، يعني انت كده معايا ولا ضدي ولا ايه؟ ما اعرفش يعني، بس انا قابل. هل يمكن متابعه البرنامج على الدش؟ كل الاذاعات موجوده الا اذاعتك يا استاذ خير 90. اشكرك على انك نسبتها ليا، بس انا مجرد يعني بشرف بان انا بنتمي لهذه الاسره الاذاعيه الجميله في خلال ساعه سامحين لي فيها على الهواء. لكن الاذاعه مش موجوده على الدش، الاذاعه موجوده بس مباشر على الانترنت، وان شاء الله هتغطي جميع انحاء الجمهوريه خلال اسابيع قليله معدوده باذن الله. كمان الاذاعه متوفره خدمه انك ممكن تلقطها على الموبايل من اي مكان انت موجود فيه في مصر وبره مصر. والتفاصيل دي يعني انا متفق مع احد الفنيين في المحطه هيجي يقول لنا عليها الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. هرجع لضيفتي في الاستوديو الاستاذه ناديه ابو المجد، وسؤال اخر عن 30/6. 30/6 شايفاها بدايه ولا نهايه؟ بدايه لايه ونهايه لايه؟ فهميها زي ما عايز تفهميها. لا، ما انا لازم يكون السؤال محدد عشان اجاوب. لا يعني احنا بداية لمرحلة جديدة في حياة مصر والمصريين، ولا نهاية الحقبة او مرحلة استكمال لثورة ولا تصحيح ثورة يعني؟ متهيألي هي بتعتمد على كل واحد شايفها ازاي، يعني متهيأليش انه في تعريف جامع مانع لانه هي تصحيح ثورة، ولا هي انقلاب على الرئيس، ولا هي ثورة جديدة. يعني كل واحد بيسميها زي ما هو عايز يشوفها. لكن خلينا نتفق ان احنا كلنا نتمنى باذن الله تعالى ان ايا كانت الايام، يوم 10 100، بس تكون الامور سلميه. وربما اللي بيطمنا اكثر هو ان الجيش نزل بدري، يعني ده حاجه تشعر المواطن بالاطمئنان والامان يعني. ويطمنا انه يكون الناس اللي هي فعلا كلها من كل الاطراف اللي هي بتقول ان احنا ملتزمين السلميه، يبقوا فعلا ملتزمين السلميه. معاك. خليني اخد اتصال تليفوني، اتفضل. السلام عليكم. ساعة الله. وطي الراديو وقول لي اسمك يا قمر. انا مش مشغل الراديو، انا بكلمك من التليفون. خلاص وطي التليفون وقول لي اسمك يا قمر. اسمي سامي سيد. سامي، اتفضل يا قمر. ربنا يبارك لك. بقول لحضرتك انا عايز اعرف، حضرتك انا بسمعك من زمان، من ايام ما كنت في راديو مصر. اتفضل. عجبني التقديمه بتاع حضرتك، بس بقى انا مع مرسي مش ضده على فكره. نعم. ومش هنزل يوم 30 بس لسبب واحد بس. انا متضايق من اللي بيحصل لسبب واحد. مرسي ماشي مع جماعته ولا ماشي معانا؟ انا انتخبته ومعاه للشرعيه بس عايز اسال سؤال. لا انت رايك انت ايه؟ انت شايف ايه يعني؟ انا بسال الدكتور مرسي، انت شايف اللي بيحصل ولا بتعمل زي الرئيس زي الرئيس محمد حسني وبتسمع من اللي حواليك؟ انا عايز اساله بس السؤال ده، انت شايف البلد ولا مش شايفها؟ خلاص انا بشكر حضرتك استاذ سامي، واديك بعت الرساله لرئيس الجمهوريه. بص انا رايي استاذه ناديه ابو المجد، واحنا بقينا دقيقتين واحنا بنختم حلقتنا، ان خطاب النهارده ايا كان اللي جاي فيه فهو خطاب فارق في هذه اللحظه. خطاب مهم ان لم يكن على مستوى المواطن البسيط، لان ده خطاب مش هيطلع يقول له انا هزود لك دخلك واعمل لك بنزينك. ده خطاب سياسي بالاساس، طالع يفك ازمه او يحقن ازمه يعني، او يحقن دماء. فهو هيؤثر بلا شك على مجريات الثلاث ايام الجايه. تتفق ام تختلف؟ اتفق، واتمنى زي ما حضرتك بتقول، غير ان هو يكون خطاب سياسي، ان هو خطاب قدر المستطاع ياكد على ان هو رئيس لكل المصريين يعني فعلا وليس قولا، ويرد على كل تساؤلاتهم وشكوكهم ومخاوفهم بدون انه فكر مسبق. ويعني هو ده الحل الوحيد، انه يكون فعلا في قدر المستطاع يرد، ويكون في مصارحة بحقائق، ويبدأ وتكون دي بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة مع الشعب مهما تكن الصعاب أو العقبات. الأستاذة نادية أبو المجد، بشكر حضرتك إنك كنت ضيفة كريمة معي النهاردة. أستاذة نادية أبو المجد ماجستير علوم سياسية من الجامعة الأمريكية، وكاتبة صحفية، عملت في قناة الجزيرة بالناطقة باللغة الإنجليزية ووكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. وأحمد فؤاد مستمع كريم بعت لك رسالة
بيقول لي محمد بيه ضيفه مع حضرتك حياديه وممتازه. ما ده كل زبايني يا عم احمد، في ايه؟ حلوه زبايني دي. زبايني مش حضرتك قلت قبل الناس سبعانه في الحر بقى وقاعدين 4 ساعات بيمونوا بنزين، هقول لهم ايه بس؟ مش حضرتك اخيرا قلت قبل كده ان في شوربه ابن الحوت؟ يبقى ازاي ما فيش ميزانيه؟ نصدق مين؟ شيرين، انا قلت لك ان كان في ولا يزال بند الاستيراد سلع استفزازيه، منها حاجه اسمها شوربه ابن الحوت، وقلت لكم دي على الهواء في راديو مصر قبل كده. وفي رسائل كلها بتقول للرئيس تذكر اشياء كثيره، تذكر الحساب امام الله، تذكر الحساب امام شعبك، تذكر انك خادم لهذا الشعب. وانا بقول له ريس النهارده في خطابك انتصر لمصر والمصريين، ما تكونش عينك على اي فصيل سياسي، واترك الحكم للشعب، لان الحكم اساسا للشعب. انا بشكر حضراتكم وبقول لكم وبفكركم ان بمشيئة الرحمن هنتابع معاكم. ممكن في اي يوم اجي ما الاقيش بنزين، هتلاقوني ما طلعتش على الهواء، ما تزعلوش، الا اذا ازمه البنزين اتحلت، او ان وزير البترول يسمعني ويبعت لي بنزين، ولا شكله هيقول لك بنزين ايه، عايزين الراجل ده ما يطلعش تاني. بشكر حضراتكم، تابعوني على صفحه البرنامج على الفيسبوك كلام بالمصري، عامل صفحه جديده، عاملين 5000 لايك لحد النهارده، يا رب اللايكات تزيد. وبشكر حبيبي شادي معايا على الميكسر كل يوم، وش في وشه بنشد مع بعض وبنحب بعض، وهيطلع يعزمني دلوقتي على فنجان قهوه. بشكر حضراتكم، يا رب مصر بخير، ويا رب الاسبوع الجاي يعدي على خير لصالح مصر والمصريين. سلام عليكم.